وفي مساء الثلاثاء افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معرض رؤى الحداثة للفنان إبراهيم الصلحي أحد أبرز رواد الفن الحديث، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة. يأتي للفن وفنانيه باحثا عن لوحة فريدة وإبداع مبتكر وتاريخ عريق. إنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي افتتح في متحف الفنون بالشارقة معرض رؤى الحداثة للفنان إبراهيم الصلحي، معربا عن إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة. دعم الدولة إلى المواطن الفنان بهذه الصورة شيء يبشر بخير كثير، ودلالة على أنه في مفهوم حضاري عند المسؤولين بالذات كبار المسؤولين بهذا القدر. شيء أنا بالنسبة لي كان حلم واليوم تحقق. ولأن الصلحي أحد أهم الفنانين المعاصرين المؤثرين في الفن التشكيلي الحديث ولديه مقتنيات فنية عالمية، اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أعماله ومقتنياته التي تمثل حصيلة عقود من تاريخ الفنان وأسفاره، وهي أعمال مستعارة جلبها الصلحي من مختلف بقاع الأرض لتميزها وندرتها، فهي تمثل عصورا وحقبا زمنية متباعدة تبدأ بالعصر الإسلامي ولا تنتهي بعصر النهضة. فهو رائد لمدرسة عظيمة جدا في حركة الحداثة الأفريقية وحركة الحداثة الأفريقية والعالمية. هو في السودان كان رائد لمدرسة بتسمى بالخرطوم، كانت بتجمع ما بين الهوية العربية والهوية الأفريقية للسودان. المعرض شهد حضورا كبيرا من قبل كبار المسؤولين في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من أبرز الفنانين من داخل وخارج الدولة، جاءوا ليكشفوا النقاب عن إبداع رجل عانى سنوات من السجن والغربة والمنفى، لتحوله تلك الظروف إلى فنان عالمي جاب بفنه أقطار العالم، مسجلا اسمه ضمن رواد الفن الحديث.